فدولة الرئيس بدل ما تحقق مع حيدر الحمداني ومدي لك لجنة وزارية جاية اليوم للتربية، يفترض تحقق مع السلاح المنفلت وتحصر السلاح بيد الدولة. هذا السلاح اللي بين يوم ويوم جاي يرحون به عشرات الضحايا، عشرات الأبرياء من العراقيين، لأن أعرف إذا أوقع بيدكم ما راح ترحموني. أني حيدر الحمداني مو أبو علي الشيباني. دولة الرئيس مو أقول لك سابقك بخطوة، أني سابقك بخطوة، بس مو كل السوالف تسولف لو تنقال. أنا الحمداني مو أبو علي الشيباني. أحييكم إخوان بمهمة جديدة. إخوان، ترى اكو ضريبة وثمن يدفعه حيدر الحمداني عندما يكشف ملفات الفساد. جوز احنا مو كل شيء نطلع نسولف بيه، لكن من يوصل الموضوع انه رئيس وزراء مسؤول عن 40 مليون عراقي يخلي راسه براسي، ثقيلة هاي دولة الرئيس، حيل ثقيلة، وما تليق بشخص مثل شخصك الكريم. صح اخوان الاعزاء، اتفاجئ اليوم بلجنة وزارية عليا قادمة من وزارة التربية الى تربية المثنى للتحقيق مع المعلم حيدر الحمداني. يابا شوفونا حيدر الحمداني ملتزم بدوامه، بخطته، بتدريسه، علاقته، تربيته، اخلاقه مع الكادر التدريسي. شني السيد ربيع نادر مدير اعلامك ما قال لك اني مجاز 5 سنوات؟ باعتبار احنا زملاء عمل سابقا. استاذ ربيع ما قلت للدولة انه انا مجاز 5 سنوات يا معود؟ ايفاد ولجنة جاية من بغداد للسماوة وما يدرون بي انا ماخذ جازة 5 سنوات. ما يدرون انه انا سابقهم بخطوة. ما يدرون انه انا متوقع باي لحظة انه دولة رئيس الوزراء يسلك هذا النهج ويحقق وياي، باعتبار موظف ما قدر يسكتني، ما قدر يوصل لنتيجة. لهذا سبقتهم بخطوة واخذت اجازة 5 سنوات، لان ادري بهم ما راح يفوتون حالي. ومن راح اشتكي علي ما حصل شيء قال له خلنا نتجه للوظيفة، بلكي نقدر اللزمة من ايده توجعه ونسويه بوق بوق. وهيهات انه الحمداني يصير بوق، لا والله. فدولة الرئيس بدل ما تحقق مع حيدر الحمداني ومدي لك لجنة وزارية جاية اليوم للتربية، يفترض تحقق مع السلاح المنفلت وتحصر السلاح بيد الدولة. هذا السلاح اللي بين يوم ويوم جاي يرحون به عشرات الضحايا، عشرات الأبرياء من العراقيين. يفترض دولة الرئيس تحقق بالهايبر ماركت مال واسط اللي خلف أكثر من 80 شهيد. هذا لو حقق به، حقق لنا بقضية خور عبد الله ومنو الباع هذا الخور، حقق لنا بمشاريع وهمية، حقق لنا بملفات تستحق انه اليوم رئيس الوزراء يشرف ويتابع وينتظر نتائجها. مو مدي لك لجنة وزارية شوفوا لي حيدر الحمداني ملتزم بدوامه لو لا. على المستوى الشخصي اذا تجيني فاني احييك واعتبر هذا انتصار شخصي الي، انتصار شخصي الي. ليش؟ لان اثبتت لي انه انا ازعجتك حيل، وجاي اسبب لك ازعاج خاصة مع قرب الانتخابات. لهذا لجأت الى هذه الاساليب اللي انا اشوفها غير مناسبة لدولتك. وما اعرف حقيقة انت تدري ما تدري، ما اعرف حق الرد مكفول للجميع ما اعرف اذا كنت تدري او ما تدري، بس يا عمي هذا اللي صار اليوم. حبيت انطيك علم دولة الرئيس. تمام دولة الرئيس، انا سابقكم بخطوة، لان اعرف اذا اوقع بيدكم ما راح ترحموني. انا مو علام ولا اقرا الغيب ولا انا ابو علي الشيباني، بس انا حيدر الحمداني. اني حيدر الحمداني مو ابو علي الشيباني. دولة الرئيس مو اقول لك سابقك بخطوة؟ اني سابقك بخطوة، بس مو كل السوالف تسولف لو تنقال. انا الحمداني مو ابو علي الشيباني. تمام استاذ ربيع، انا الحمداني مو ابو علي الشيباني.
اوكي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.